كيحاول على انه يوجه ليها توجه ليها المدرب والمدربيه مع اللاعبين ديالو. دائما وليد الكراكي يتحدث عن هذا الجانب، يتحدث عن الواقعيه في الاداء، حتى حينما كان يدرب فريق الوداد البيضاوي كان دائما يتحدث عن الواقعيه. ربما ساصيغ لك السؤال بطريقه اخرى. سي عبد الرحمن، 14 مباراة فزناها بشكل يعني متتالي، بأداء يعني أحيانا يكون جيد، أحيانا أخرى يغيب الأداء الفرجوي. هل خلال المباريات ال14 هل يعني خضنا امتحان حقيقي مع أي من المنتخبات؟ الواقع تتحدث عني فعلا. 14 انتصار كان مع خصوم مغاير في طريقة اللعب ديالها، مع مدارس مختلفة، ولكن باش نكونوا صريحين ما لعبناش مع منتخبات في مستوى الصف الأول. لكن هذا الشيء ما تيخليش أننا نحيدوا الاستحقاق ديال هذه العناصر وديال الطاقم التقني. نتفق مع اخي مهدي لان كرة القدم الحالية فهي تعتمد على الواقعية. شفنا يمكن نسبة استحواذ الكرة اليوم ديال المنتخب الزامبي فيها تكون صراحة فايتانا بزاف، لكن النتيجة النهائية للمباراة ولكن هذا هو المهم، تتبين بأنه كرة القدم الواقعية دائما تنتصر. فعلا حنا جمهور تنتفهموا بعض المرات القلق ديالو، ولكن نفضل انني نحرز القاب ونتائج على انه يكون عندي استحواذ وفرجه وجماليه في الاداء وما نحققش نتائج. حنا الحمد لله قلتي بعد 50 سنه لقب واحد في الخزانه ديالنا، حنا على موعد مع خصنا نجيبوا هذا اللقب باي طريقه، ولكن خصو يبقى في البلاد ديالنا. هذا الشيء تيبان بان اللاعبين خدموا تبارك الله، لاعبين تيلعبوا في انديه كبيره، دوريات مستوى عالي، هذا طريقه اللعب، وعرفوا امنوا بانه ما تنتظروش منهم فقط الفرجه، بل ما تنتظروا منهم انضباط تكتيكي، اننا نرجعوا للدفاع الخلفيه، اننا نحميو المرمى الحارس ديالنا ونمشيو بهدف مضاده ولا كره ثابته ولا نخطفوا اهداف من الاخطاء ديال المدرب الدفاعي ديال الخصم اللي تيواجه. نحن نتابع هذه اللقطات من ملخص مباراة المنتخب الوطني المغربي والزامبي، المباراة التي انتهت لصالح اسود الاطلس بحصة هدفين دون مقابل. كان عبد الرحمن الحواصلي يتحدث عن الجانب الدفاعي، إشكال نتابعه من خلال مجموعة من محاولات المنتخب الزامبي، هذه إحداها. هنالك إشكال على مستوى المرتكز الدفاعي. اليوم الكراكي يضع اليميق إلى جانب ماسينا. في نظرك كيف تقيم عطاء المرتكز الدفاعي؟ وحتى اللحظه فيمكن نكونوا صريحين مع الانفس ديالنا، مازال ما عندناش ذاك الثبات على مستوى العمل الدفاعي، ويمكن هذا راجع بالاساس لانه حتى الحاله الدفاعيه فدائما كتكون مبنيه على مستوى الهجوم الدرجه الاولى، لانه الفريق اللي كيبغي يدافع فما كيدافعش بالخط الاخير، كيدافع بالخط الامامي اللي هو خط الهجوم. اليوم اكيد انه صنعنا اشياء اللي يمكن غلقنا من خلالها الممرات ديال التمرير بشكل اولي اللي كانت متعلقه بالتحرك على مستوى غلق الممرات او ما يسمى بليزانترفال عن طريق المهاجم، سواء النصيري او ايوب الكعبي، اللي كانوا كيغلقوا ممرات ديال التمرير من طرف اللاعبين ديال زامبيا. وبالتالي شاهدنا كيفاش تحول المنتخب الزامبي من خلال البناء اللي كيكون على مستوى التمريرات اللي كتكون قصيره للتمريرات اللي كتكون مباشره. فنقدروا نقولوا انه كان اختلاف على مستوى قطعنا الكرات، فمره كيخرج اللاعب ياميق، مره كان كيخرج اللاعب ماسينا، ولكن الهفوات كانوا عندنا اثناء الصعود واثناء المساحات اللي كانت تترك بين المدافعين ديالنا اللي هما العمق الدفاع، واثناء الصعود اللي كيكون شيئا مبالغ فيه في بعض المرات من طرف اللاعب سفيان امارات واللاعب نائل العناوي. لهذا فالخطوره كانت من التمريرات اللي كتكون بينيه خصوصا على مستوى العمق، لانه بكل صراحه اليوم كنعانيو من شيء هو البطء الدفاعي ديال اللاعبين اللي متعلق في الوسط الدفاعي ديالنا، لانه ما عندهمش ديك السرعه ديال البديهه خصوصا اثناء اللعب الكرات وراء الظهر ديالهم. فهذا مشكل اللي لازم على اننا نتعاملوا معاه، ننتظروا على انه الا كانت العوده ديالنا يتاكد مع التواجد ديال ياميق او اللاعب ماسينا يقدر يكون عندنا اطمئنان اكبر على مستوى الطريقه ديال الدفاعيه ديالنا. وقد تابعنا قبل قليل مجموعة من المحاولات التي يعني شكلت خطرا على الحارس ياسين بونو. حواصلي اليوم ياسين بونو كان في الموعد، مجموعة من المحاولات تصدى لها بشكل مثالي. كعادتي يعني ياسين بونو تبارك الله حارس كانت الحراس الكبار، كان حاسس بمجموعه من التدخلات خصوصا في الكرات التي كان فيها وجه لوجه مع المهاجمين، كانت سرعه البديهه، حتى في الكره اللي كانت يعني بينيه رغم الخروج ديالو شيئا ما متاخر، ولكن استطاع انه يتدارك الموقف ويحيد الكره بواحد الطريقه بواحد التقنيه اللي رائعه جدا.
اليوم كانوا فرص، حتى تنشوف التواصل ديالو تبارك الله مع المدافعين كان جيد جدا. شفنا لعب بالارجو ديالو، لان كان طالب منه ناحيه الوطني انه دائما يلعب كره طويله على النصيري باش النصيري يدير ديفياسيون ويحول الكره للاعبين الاطراف. تبارك الله ياسين بونو حقق عادات ونقاش انت حارس اليوم. حراس المرمى خصهم يلعبوا باش مزيان، خصهم يكونوا يعني احيانا ربما يشاركون في بناء الهجمه. وياسين بونو تبارك الله عنده هذه الميزه، لانه كون ما كانش عنده كون اكيد بانه ما كانش غيطول في السي في، ما كانش غيكون عنده عروض من انديه اوروبيه كبيره. لان دابا طريقه اللعب بالارجل كاين مدربين اللي تيطلبوا ان المنظومه تشتغل بدايه من حارس المرمى، وبالتالي من الجمله انه يكون تيلعب برجليه مزيان. ياسين بونو تبارك الله عنده التقنيه هذه، ما تيلقاش فيها حتى شي اشكال. حتى الدقه ديالو في انه في التمريرات الطويله تنشوفوا دائما تبارك الله تتمشي مليمتريه. حارس تبارك الله اللي بصم ومازال تيبصم الاسم ديالو. اكيد بانه في المباريات من هذا النوع تيكون حاسم، لانه تيكونوا فرص، تيكون دائما الضغط خصوصا خارج الميدان، خارج المملكه المغربيه. تيكونوا في بعض المرات بعض الهفوات اللي تيكونوا متعلقين فقط بالتركيز. ياسين بونو تبارك الله لا يناقش، وتنتظروا ان شاء الله يكون حاسم المنافسه اللي تنتسناو كاملين هي كاس افريقيا، لان المؤكد هو المنتخب الوطني غتكون عنده استحواذ الكره، يكون هو اللي تيبادر بالهجوم، وبالتالي غنكونوا دائما في هجمات مضاده اللي غنحتاجوا ياسين بونو في كره ولا كرتين غيكون فيهم حاسم، وربما هو اللي غيكون ان شاء الله وراء جلب هذا اللقب ان شاء الله الخزينه ديالنا مره اخرى. ياسين، كنت عبد الرحمن كنت تتحدث معي يعني حول النقطه مهمه انا احب ان اشارك مديكس وحولها. نود ان نقدم تحيه كبيره للاعبين المحترفين لاعبي المنتخب الوطني المغربي. علينا ان نقوم